أمس شفت وثائقي في القناة النرويجية اسمه The Hostage Takers، وفي صحفي بريطاني يقابل شخصين من ضمن مختطفي وإرهابي داعش اللي اختطفوا 19 أجنبي في سوريا من 2012-2013 إلى حد 2014. وهذول الخاطفين هم بريطانيي الجنسية، وواحد منهم اسمه الشافي الشيخ وهو من أصول سودانية، قدم إلى لندن إلى إنجلترا وهو صغير السن فلهجته بريطانية قحة. والثاني هو من أم يونانية وأب غاني وحول إلى الإسلام، اسمه أليكسيس، وكان قبل يشتغل بالمخدرات، مبين بلطجي يعني. المهم أن هذول الاثنين قاعد ينفون أنهم عذبوا وضربوا هؤلاء المختطفين وأنهم ساهموا في قتلهم، ينفون أنهم أيضا ساهموا في قتل بعض هؤلاء الضحايا. والصحفي اللي قاعد يقابلهم هو بريطاني وكان أيضا مختطف من طالبان في فترة سابقة لكن أطلق سراحة. فكان يقول الصحفي البريطاني أنه رغم أنه اختطف من طالبان لكنه هو كان يعامل معاملة جيدة جدا من المختطفين، وكانوا ما يعذبون ولا يضربون. ممكن يقتلون لكن لا يعذبونك ولا يضربونك، يعني كان في تعامل، في كورتسي أكثر خلينا نقول. أما داعش هذول خاصة الأجانب الإرهابيين هذول كانوا يتفننون بالتعذيب والضرب، فيدل على شخصية حقيرة، كائن نذل فاشل، صار بلطجي، والدين هو وسيلة من وسائل البلطجة يعني عادي. فلما يتكلم معاهم بالمقابلة بالأخير يعني هم دائما قاعد ينفون يسوون نفس، يعني بينت الصجية لما الصحفي عصب وقال له أنت يعني ليش قتلتوا ناس ما لهم دخل، بس مجرد إن هويتهم تتبع أمريكا أو بريطانيا أو فرنسا أو اليابان، هم ما لهم دخل بسياسة دولهم، هم ما تدخلوا في هذا الشيء. فيقول لا أبو غريب والقصف الأمريكي للعراق، إحنا كلنا نعرف ونستنكر، بس لا يعطيك الحق إنك أنت تختطف ناس أصلا يمكن يكونون ضد دولهم أصلا يعني، وهم قاعد يسعون لأن يورون معاناة مشردي الحروب ويساعدون يعني. وهم بس كذي انت قاعد تبتز. انت مثلا في واحد دنماركي اسمه دانيال راي كان مصور، هذا طلبوا 2 مليون يورو منهم عشان يطلقون سراحه، وطلبوا ملايين الدولارات من أهل الضحايا وأصدقائهم. طبعا الأغلبية اللي طلعوا حصلوا عطوهم الفدية، فطبعا الأموال جمعت من الأهل والأصدقاء وليس من الدول على فكرة، يعني عشان تعرفون أن الإنسان بالنهاية هو ضحية لدولته وللبلطجية خلينا نقول. فدانيال راي انقذ وطلع كتب وقام يتكلم عن الموضوع. ودانيال راي كان صديق لجيمس فولي الصحفي الأمريكي اللي نحروه، أعتقد شفتوا الفيديو كلكم، طبعا أنا ما حبيت أشوفه، شلون جهادي جون وهو بريطاني أيضا اسمه الموازي نحره. وطبعا ما حطوا كامل لكن ما بينوا الوضع لما كان بعده مو ميت وقاعد عنده صعوبة في التنفس وهو ينحر. جيمس فولي شيء مؤلم جدا على فكرة. وكانوا يرسلون الفيديوهات للأمهات وللآباء، يعني أبيكم تصورون. وهذاك اليوناني الغاني هذا أليكسيس يعصب يقول what the fucking ما أدري شنو عصب، لأنه طبعا وجه بقبحه وحقارته ونذالته. يقول أنت إيه في طفل، فقاعد يقول إيه أنا أنت تقول بريئين وأنا بعد طلعت طفل بريء ولد ما أدري أحد من أصدقائي من تحت الأنقاض. طيب هل أنت تحل المشكلة واحد بريء تروح تقتل واحد بريء؟ غير منطقي ولا يفسر إلا بالبلطجة. ولو كان فعلا مجاهدين مثل ما يقولون كانوا ما طلبوا فلوس، هذول ناس وراء المال. فداعش فكرة حقيرة واللي اشتغلوا فيها كلهم بلطجية، كانوا بلطجية فشلة لجأوا إلى هذا الشيء تحت اسم الدين، يعني يا سلام. أما الزعماء فهم طبعا كل هذه وسيلة من وسائل الوصول إلى السلطة والسيادة. وهو قاعد يقول أنت قاعد تقول الإرهاب، وهذا إحنا ما نقول إرهاب، هذه دولة داعش كانت دولة لكن لم يعترف بها العالم. فبكم تصورون شلون هم يفكرون. طبعا الشيء المهم أيضا الصحفي كان صديق لجيمس فولي، وأيضا دانيال كان صديق. ولما دانيال طلع من السجن أو من
فلما طلع دانيال من الأسر بعد ما دفعوا الفدية أهله، جيمس فولي كان يقول له لا يعني لا تزعل، يعني لا تبكي، وإن شاء الله كل شيء يصير تمام. ودانيال تأثر وايد، لأن عقب شهرين أو 3 نحروا صديقه جيمس فولي الصحفي الأمريكي. الواحد ما يدري شو يقول. يعني أنا قاعدة أفكر بالأمهات والآباء واللي صار فيهم طبعا. والغريب إن لما الشيخ السوداني من أصول سودانية وروه صورة أمه بالفيسبوك بكى. تصوروا. أنا كأم أفكر شنو هذا الشيء اللي في القتلة اللي يخليهم يبكون لما يشوفون أمهم، ويقول لها أنا أحبك وقدرك وراح أقول لك أشياء وايد لما أشوفك إذا صار. طبعا حكم عليهم بالسجن المؤبد. هذول يمكن أنا من الناس اللي كنت أتمنى أنهم يعدمون، لأن أحس إن life is a bitch وإنه not fair. بس يقول لك إنهم راح روتن، إنهم راح يتعفنون في أسوأ سجون أمريكا. طبعا الموازي أو الجهادي جون أعتقد كلكم تعرفونه، اللي نحر جيمس فولي، هذا قتل أعتقد أثناء القصف أو يعني أثناء القصف الأمريكي على ما أتوقع. بس هذول الاثنين، الشيخ والزفت أليكسيس، هذول هربوا من سوريا إلى تركيا، حاولوا عن طريق التسلل، يعني إن يموهون عن نفسهم يكونون لاصقين مع الناس العاديين، لكنهم انكشفوا. طبعا أنا قاعدة أقول الموقف هذا اللي أثر فيني الدوكيومنتري، وأحط شيء بتويتر عنه، يطلع لي واحد من هذولي يكتب لي هذه كلها مؤامرة، هذول دمى مستغلينها CIA وكل هذا، ولا وين راحت داعش فجأة اختفت. أنا أبيكم تشوفون الغباء أولا، مو بس الغباء، يعني يعيش ويموت العربي الأحمق. طبعا يعيش ويموت الأحمق، طبعا هو عربي كان، بس طبعا أحمق من أي جنسية ممكن يكون. لكن العرب فيهم هالمشكلة إن عندهم نظرية المؤامرة، ما أدري ليش. يعني يمكن أوكي خلي عندك نظرية المؤامرة، ولكن يا أخي ليش ما عندك نسبة أو ذرة من التعاطف مع هذول الأبرياء اللي عذبوا واختطفوا لمدة سنوات، 2 حق جيمس فولي، وسنة أو أكثر حق دانيال ري الدنماركي، واللي انقتلوا. ليش ما عندك نسبة تعاطف؟ ليش ما عندك هالديهيومنايزيشن، تأخذ الصفة الإنسانية من هذا الإنسان فقط لأنه أمريكي أو لأنه بريطاني؟ أنت يعني معرض أنه يصير فيك نفس الشيء إذا أنت فكرت بهالفكرة. أنا هذا أعتبره تفكير نازي حقير عنصري. وأيضا أنك ما عندك نسبة تعاطف مع أهل المختطفين أو المختطفين أنفسهم. فأنت راح تموت على نظرية المؤامرة، بس أنت غبي